Ahí lo صراحة أخذت قرار أنني نجي ألعب في النادي الأهلي. ده قرار يعني خدته بجدية، وأنا جد سعيد أنني نكون موجود مع نادي كبير، نادي بحجم نادي الأهلي، إفريقيا وعالميا وعربيا. الهدف اللي كنت حابب أنني نجي عشان ألعب في النادي الأهلي عشان أحقق بطولات وألعب في دوري مستوى عالي، دوري أبطال إفريقيا، كأس العالم للأندية. وكما تعرف الجميع، النادي الأهلي مش محتاج أي حد يتكلم عليه، اسمه بيتكلم عليه. النادي الأهلي معروف عليه عالميا أنه بيلعب على بطولات.
زي ما قلت لك قبل، يعني مش محتاج أشرف بن شرقي إنه يتكلم على النادي الأهلي. النادي الأهلي بيتكلم على نفسه، وأي لاعب يتمنى يجي هذا النادي عشان يحقق بطولات. أنا أعرف النادي الأهلي أي منافسة بيدخل يلعب عليها بهدف تاعه الأول أنه يدخل ويحقق التروفي. ده الشغف اللي أي لاعب يتمناه، أنه يحقق بطولات ويحقق كل شيء اللي يحبه النادي، وحتى اللاعب نفس الشيء. طبعا لما شفت التروفي هذا، أنا ما أعرف الأهلي متعود أنه يلعب على البطولات، وعنده ما شاء الله بطولات كبيرة، وهدفهم دائما بيلعبوا على بطولات يكسبوها. ده شيء جميل، شيء جميل بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره وحتى اللعيبة. هذا كان من الأهداف يعني تاعي، أنني نجي النادي الأهلي ويلعب كأس العالم أندية. أن الحلم أي لاعب أنه يلعب هذه البطولة اللي متكونة من عدد كبير من الفرق. إحنا كنادي الأهلي هدفنا واحد، نروح لكأس العالم أندية. مشروع واحد إن شاء الله، نروح أبعد ما يمكن. إنتر ميامي تعرف تاريخ نادي الأهلي، لأن نادي الأهلي نادي كبير. لازم الفرقة اللي هتلعب معاها أو اللي هتلعب ضدها هي اللي تخاف منها، مش إحنا اللي نخافوا منها. دي الميزة اللي عند النادي الأهلي. هما 3 لعيبة أصحابي نعرفهم من المغرب. نعرف الداري من الوداد، يحيى عطية الله لعبت معاه في المنتخب وإحنا صغيرين. رضا كما نعرفه شخصيا، حتى لو ما لعبتش معاه في منتخب ولا فريق، يعني عندي علاقة جيدة معهم. أتمنى أنني أدخل معهم في الأجواء وإن شاء الله ونحققوا المبتغى ونحققوا اللي نفسنا فيه مع هذا النادي الكبير. نادي الأهلي نادي كبير، بيحب البطولات، بيحب لعيبته، بيحب لعيبة عنده يكونوا رجالة. جمهور الأهلي بيحب النادي بتاعه أكثر من كل شيء، وإحنا كلاعيبة إحنا بنشوفوا هاي الأشياء بتحصل. أنا أول مرة لعبت ضد الأهلي بجماهيره لعبنا في برج العرب. أول مرة أدخل الملعب حسيت برعب كده، عرفت قيمة النادي الأهلي بالنسبة لهم. هذا الجمهور وبيعشق النادي الأهلي كده، عشان كده كل واحد لازم يعرف بقيمة هذا الجمهور ويعطيه على الأقل زي ما هو بيشجعك طولة الموسم. يعني أقل شيء أنك تقدر تفرحه أنك تجيب له البطولات. ده اللي بيتمنى الجمهور الأهلي، ده اللي بيحبه الجمهور الأهلي. ده جمهور الأهلي كبير صراحة.